السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة السبت هنعمل شوية ترويقات في الشقة. أول أوضة روقناها أوضة النوم. هنبدأ بقى، العيال ما شاء الله عاملين الشقة ما شاء الله، نقول عشة فراخ. بدأ أروق في شوية حاجات كده، وإن شاء الله أول ما أخلص هوريها لكم تاني. عارفين انتم الجامع ما شاء الله، يعني اول ما بيدخلوا اللي هو بيرموا حاجتهم، بيرموا شنطهم، بيرموا شوزاتهم. بسيب لهم كده صينيه الفطار عشان هم صغيرين، اللي ما بيعرفش يفطر كويس بيجي كمان شويه يقول يا ماما سندوتش. اوضه العيال بقى والجمال، اوضه العيال كده ما شاء الله كانوا لسه صاحيين من النوم، فتحنا لهم الشباك يخرج الطاقه السلبيه اللي في البيت، واللي فيهم ربنا يهديهم يا رب. هنبدا نروقها، شلنا الحاجات اللي كانت على الكومودينو وبدأنا نروقها ونمسحه، ونمسح الزراير كده. انا هنا بضم السرير في الشتا عشان ما حدش يا ماما تعالى نام جنبي، يا ماما تعالى نام جنبي، فبقوم ضماهم وبقوم نايمه في النص معاهم. هنبدأ نروقها ان شاء الله. خلاص سيرة الفرش اللي عليها كلها كده، ونبدأ نروق اللي نروقه ونطبق اللي نعمله، ونبدأ بقى نكنسها. خلصنا السراير وفرشناهم. هم قالوا لي يا ماما اعملي سرايرنا زي سرير بابا، قلت لهم ماشي. هرجع اقول لكم تاني، خير الناس انفعهم للناس. ما تدخلش زاير وتمشي، لا اعمل لايك وما تنساش تفعل الجرس واشترك في القناة. يا ريت الاشتراك في القناة يا جماعة، هيفيدني كتير. وما تنساش اللايكات بتاعتكم الحلوة، وبلاش التعليقات السلبية. وهنا الحمد لله خلصنا اوضتهم كنيس وفرشناها وخلصنا كل حاجة. ندخل بقى على اوضة الانتريه ونجيب لهم شنط المدرسة اللي بيرموها في الصالة هنا. جبنا لهم شنطهم من عندي كده، من عنده زيي. اول ما بيدخل من باب الشقة يقوم رامي الشنطة ورامي الجزمة في حتة، والشراب في حتة، والفردة التانية في حتة. ربنا يهديهم يا رب ويحفظهم ويبارك فيهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنده كده المنظر ده، من اللي عنده مهما يروق كأن مفيش حاجة متروقة. يعني ما شاء الله عليهم، يطلعوا يجيبوا الكراسي من البلكونة ويرموا الكتبة، كل حاجة في حتة، حتى التوكة. يعني التوكة بتاعتها كل حتة والله عاملة لها مكان على التسريحة. اللي هو يعني كان جاي علبة حلاوة المولد بتاع السنة اللي فاتت، كل سنة وانتم طيبين وادعات عليكم يا رب بخير. قمت لما لها الحاجة، غسلها العلبة كويس، وقمت لما لها التوك بتاعتها اللي هي بتتلبس قدام زي دي كده، وقمت لما لها اكسسواراتها اللي هي بتاع الحاجات الصغننة، الخواتم بتاعتها. بنوتة بقى عندها 9 سنين وتعيش طفولتها يا رب، وربنا يحفظها ويحفظ بناتنا ويحفظ صبياننا يا رب. ربنا يحفظهم. هنروق الحتة ديت ونخلصها. عندي مصلتين حاطينهم في اوضه الاطفال، في اوضه الانتريه، على اساس الضيف اللي يجي يصلوا. فانا رحت جبت واحده، انا كنت بصلي على السجاده، يعني قلت لا ده ما فيش بيبيهات ولا حد بيعمل حمام خلاص. فقمنا سارقين واحده من اوضه الانتريه حاطينها في اوضه الاطفال مكان ما بصلي. بعدين لسه بنروق في اوضه الانتريه. هي الحمد لله نظيفه، بس هنشيل اللي فيها كده. هنشيل لهم المصحف، هنشيل لهم الكتاب بتاعهم، هنشيل لهم مساطرهم، البهدله اللي هم عاملينها. والحمد لله ربنا يهديهم ويبارك في ولادنا، وربنا يهديهم ويخليهم ويحفظهم يا رب. مش ما فيهاش حاجه لما اولادك يوسخوا وانت تروقي وراهم. يعني امال هم جايين ليه؟ واحنا يعني ما احنا بننضف وراهم، هما لسه صغيرين، علميهم اعمل كذا واعمل كذا. بتنرفز عليهم شويه، اكلمهم بالراحه زي اي ام يعني، مش مختلفه عن الناس ولا حاجه. لا بنتنرفز شويه، بنهدى شويه، بنلعب شويه، نتعصب على بعض شويه، نتخانق شويه، وهكذا. واليوم بيمشي او الحياه بتمشي. ربنا يحفظهم. الحمد لله خلصنا الانتريه اهوت، وشلنا حاجتهم ولعبهم. على ما ربنا يعيني بقى واشيل التهمة الستارة التقيلة ديت. للأسف أنا اللي بطلع أشيلها لوحدي، فأنا بصراحة حاملة همها جامد لأنها تقيلة أوي أوي. يعني على قد ما هي كده بس بتبقى تقيلة بجد.
انا باجي مثلا مرة اكنس واشيل السجاد وامسح الشقة، ومرة الحمد لله يعني اللي هو الشقة نظيفة يعني تروق خفيف كده بالمقشة السجادة بأي قماشة في ايدي، بقوم عاملة ايه الخشب الحاجات اللي هي على عفرة بقوم عاملاها. هنا المكان اللي احنا بنصور فيه فيديوهات الأطفال. لو في اي تعليقات قولوا لي، في اي حاجه عاوزه تتغير قولوا لي. انا باجي بصراحه كل فتره بغير حاجه في الشقه، يعني العيال بيقولوا لي يا ماما غيري يا ماما اعملي، فانا اتعودت على كده يعني. هما بيتعودوا ماما كل فتره بتغير حاجه بتشيل حاجه مكان حاجه، فهم اتعودوا. لو انا ما شلتش حاجه بيجي عليا ايام اللي انتي مش قادره تشيلي ولا بتعملي، لان باباهم بيبقى بره في ربنا يعينه يا رب. فانا اللي بشيل وانا اللي بعمل، فانا بشيل على قد ما بقدر. الخشب تقيل فانا لما اللي انا بقدر اشيله بعمله. فلو في اي تغييرات قولولي اعملها. التهمة الكبيرة بقى اللي احنا بنقعد فيها يعني اكتر تركيزنا قعدنا كله فيها، يا اكلنا وقعدنا قاعدة قدام التلفزيون. وهنا يا جماعة الشكار بتاع الارض بتاعتنا، يعني انا كنت بحط الذرة في البلكونة بس للاسف الفيران بتيجي تاكله، فانا قمت عامله له حتة اللي هو ايه لدما كده كده يعني الضيوف بتيجي تدخل في الانتريه، واللي هم الاهل بيجي في الصالة فهم عارفين ان الحاجة موجودة، فديت شكار الذرة بتاعت الارض. ربنا يا رب يرزق كل من كان، وربنا يرضي الناس كلها في أراضيها وفي راحتها، ويرزقنا جميعا الرضا يا رب، ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. هنبدأ نروقها. أنا كنت عاشلت حاجة وعملت حاجة، فهنبدأ بقى على البلوة الكبيرة بتاع الصالة، فالحمد لله هي ايه حاجات بسيطة كده اللي أنا هعملها. هنا أنا روقت الجزء ده، شلت الكنبة ونضفتها كويس. ديت كنبة هي كانت زي دي كده، انا شلت الشلتة بتاعتها وعملتها قاعدة ايه هما بيحبوا يقعدوا في الارض. وهنا انا كنست السجاد وهلم الزبالة بتاعتها، كنست الجزء ده ولسه بقيت الجزء التاني. كده روقنا الصالة والحمد لله وخلصنا اهوت، وخلصنا ولمينا الزبالة بتاعتنا وحطينا مقشتنا وشباشبنا في جنب. هتقولوا لي ما بتحبيش تطلعي المكنسة، بحسها تهمة كده، فانا جايبة ايه مقشة للسجاد. هنبدأ نعمل، انا كنت جايبة شوية بطاطس نقداهم، عملت الصغير على الكبير وعملتهم ايه على شكارة تحت الكنبة. هنبدأ بقى نروق فطارنا، موعد بتاع الفطار، ونبدأ نشوف يومنا هيعمل ازاي. وما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك في القناة، ونبدأ نروق الايه المواعين. هنا بقى فايدة ان انت يكون عندك ايه طيور. كنت عاملة مهلبية والأبلة للأسف خدت معلقتين وسابتها مكشوفة، هنلم ديت ونلمها للطيور. لو كده كان حاططها في التلاجة، يلا خير بقى خير. كنت شارية المش، كنت شارية كنت شارية شوية مش، وعاملة ايه شرش، يعني شارية الجبنة ما شاء الله غليت يعني ربنا يحفظنا. كنت شارية جبنة كيلو جبنة بقى ب70 جنيه، حطيتها في الملح اهيت ونشفت الحمد لله. هرميها بقى في المش ونشوف اليوم بتاعنا. رمينا الجبنة في المش، اللي للأسف المش مولع، يعني شوية مش جم على ايدي ولعوها. ربنا يجعله يا رب خير في بيتنا يا رب، ويرزقنا الستر والعافية يا رب. صبرنا مواعيننا بالصابون ونشطفهم. وبقول لكم المشي رخيص الايام دوت، يعني الكيلو ب35. انا كنت في الصيف بسأل عليه قالت لي ب120. لا دلوقتي احنا في الشتاء والجو حلو، والجبنة واللبن دلوقتي حلوين، يعني كل حاجة بتبقى مسكرة يعني في اللي نزل عليها طوبة ديت، الحاجات اللي نزلت عليها طوبة بتبقى مسكرة. هنا انا عملت 3 كيلو مش مع 3 كيلو جبنة ملولي البرطمان اهو ما شاء الله. ومن واحدة حبيبتنا مضمونة حطت لي، والله اللي حطت لي شوية شطة وقامت رجولي البرطمان وقالت لي امسكي بألف هنا وشفا.
يعني اعمل الرخامة بحتة سلك ستانلس. كان زي ما ايه بهدلنا وعملنا فوق المطبخ تمسح ورانا. وده كده خلصنا حوضنا وحاجتنا. ودايما بنحط اكل الفراخ، انا حطاه ما بين الحوض والمطبخ عشان يبقى جنب ايدي على طول. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.